المفروض ان انا دلوقتي بعمل قهوة على البتاعة الغريبة دي. شايف حد جابها لي يعني ان انا اعمل بيها قهوة. صراحة احلى كوباية قهوة ممكن تشربها في حياتك، وهو يعني انتم انتوا ما شفتونيش بقالكم كتير جدا. مش عارف دي ممكن تظبط كده، بصوا يعني كده الصورة كده حلو. ممكن تكونوا مش شفتوني بقالكم كتير يعني، مش شفتوني بعمل فلوجز لاني مش كنت مشغول يعني الفترة اللي فاتت ان انا ما بعملش فلوجات او الكلام ده. بس صراحة حابب ان انا ارجع الفلوجات مع القهوة. الناس اللي بتدخل معانا التحدي كده عارفين ان انا بحب القهوة جدا جدا. خلوني بس اجيب البتاعة دي. تمام، خلوني اجيب البتاعة دي عشان اثبت الكاميرا هنا واقول لكم احنا المفروض هنعمل ايه الفترة القادمة. هي دي البتاعة اللي انا بفلوج بيها. ما عنديش ترايبود صراحة يعني. بصوا انا عامل ايه تانيها واعمل حوارات كده عشان ابقى اعرف فلوج يعني زي الناس. المهم ان انا هفلوج على القناه دي اسمها احمد اسماعيل شورتس. ممكن نحط بس جنب شورتس فلوجز لاني كنت حاطط عليها فيديوهات قصيره، تلاقي 63 فيديو كده قصيرين بقدم فيهم نصايح بسيطه خالص. بس حابب الموضوع يبقى فيه شويه مشاركه من اليوم بتاعي، ويبقى فيه شويه مشاركه من القهوه اللي انا بعملها. المفروض ان انا كنت هستنى حد عشان يجي لي يعني عشان نذاكر سوا ويبقى في كده زي مشاركة جماعية في موضوع الفلوجينج. بس انا الحمد لله النهارده الجو قلب بره، فمش هروح الكلية وقاعد علشان اذاكر معاكم. فالناس اللي في القناة التانية لو انتوا يعني بتتفرجوا على الفيديو ده، فده الفيديو مشاركة ليا في يوم من تحدي المذاكرة. ان شاء الله يبقى في فيديوهات من دي كتير جدا يعني. فانا مش عارف اصلا اقول ايه يعني. مش عارف اقول ايه. هو الفيديو هيبقى فلوجينج يعني، يبقى فيه شويه لقطات من المذاكره، يبقى فيه شويه كلام. فيلا بينا نبدا التحدي. طبعا زي ما انتم عارفين يعني المكتب غير مرتب بالمره. يعني انا بس بنزل السوفت بوكس عشان تكون الاضاءه مركزه. بس تقريبا الزاويه دي مش هتبقى احسن حاجه للتصوير. مش عارف انتوا دلوقتي سامعين الصوت ولا ايه. فكده هيكون كويس جدا جدا. والسوفت بوكس ده يرجع ورا كده سيكا. جامد، انا جامد. وطبعا المكتب غير مرتب، السلوك والحاجات دي كلها طبعا حاول ان انا ارتب الحاجات دي. مش عارف احط حاجه اخليهم هنا دلوقتي. تلاقي كده حاجات مش مرتبه. دي لستة المذاكره او الحاجات اللي انا المفروض اعملها يعني النهارده. في الفلاشه وادي الكتب دي ورا كده. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. لقد انهينا الكورس. طبعا انا خلصت شويه من الكورس اللي انا كنت بذاكره يعني. فانا عايز اوريكم حاجه، بس عايز اوريكم ان الجو قالب خالص بره. يعني بصوا الجو، انا مش عارف شايفينه ولا لا. الجو قالب تماما بره. قالب يعني اللي هو ايه، آه في دوشه كده وفي هوا والدنيا مطرت امبارح. فمش عارف اصلا يعني محدش من صحابي عارف يجي. فبس يعني كنت عايز اوريكم الخضره، بس مش عارف انتوا هتشوفوها ولا لا. شايفين الخضره؟
الفيو ده جامد يا جماعه. الفيو ده من احسن الفيوز اللي انت ممكن تشوفها في حياتك حرفيا. تخيل كده تفتح الشباك تلاقي الهوا كده، في هوا على فكره عمال يجي، تلاقي الهوا كده سامعين صوت الورق، في ورق عمال يتبعتر كده، تلاقي الهوا وتلاقي الجو ده بحب انا الجو ده جامد. والخضره اهم حاجه، الخضره تفتح الشباك كده تبص على الخضره الدنيا تبقى زي الفل. عينك كتر ما هي بتبص للكتب واللاب والكلام ده، عينك بتحس ان هي بتوجعك كده. فاول ما تحس يعني اول ما بتبص كده للخضره الدنيا بتختلف معاك. اوكي يا شباب، يعني اتمنى ان انتوا تكون عجبتكم الفيديوز دي، واتمنى ان انتوا تقولوا ان احنا عايزين من الفيديوهات دي كتير، لان انا هعمل كتير منها يعني الفتره الجايه. حابب اشارك معاكم كده شويه حاجات من اللي انا بعملها في اليوم، سواء بقى مذاكره، نتكلم شويه، نجيب افكار مثلا ونتكلم عنها، مقوله مثلا اثرت معاكم. يعني شوفوا بقى انتوا الافكار دي كلها واكتبوها لي تحت في التعليقات بتاعه الفيديو ده. وانا هشير لكم الفيديو ده على القناه الاصليه بتاعتي. القناه دلوقتي ما شاء الله فيها 1700 واحد، فاحنا عدد يعني ما شاء الله، ممكن نجيب افكار كويسه نتكلم عنها في القناه هنا بقى براحتنا، يعني فاهميني. يعني مش هنا مش رابط فكره معينه حابين نتكلم عنها بقى، زي فكره المذاكره والسيلف ديفلوبمنت اللي احنا بنتكلم عليها في القناه. لا، احنا هنا ممكن نتكلم براحتنا تماما، اللي هو ايه، كانك قاعد مع حد كده بتكلمه. فقولوا لي الافكار دي تحت وبس كده بقى. هسيبكم مع نهايه الفيديو ده، وروح اكمل انا اللي انا بعمله.